السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبداو الفيديو تاعنا اليوم بهذه التحلية اللي هي فلون المقاهي، وصفة رمضانية بامتياز. تحضروها للسهرة تاع رمضان وراح تقطع لكم كمية كبيرة، يعني احسن من انكم ديروا فلون هكا وحده. نبداو الوصفة تاعنا. احنا في الاول نروحوا نحضروا لو بسكويت تاعنا. انا هنا درت مغرفه صغيره اكستري فاني، درت معاها قرصه الملح، بلا ما ننساو دائما الملح لازم تكون هذيك القرصه حاضره، ونزيدو زوج حبات بيض، ونزيدو عليهم 100 ونزيدو عليهم السكر 100 غرام سكر عادي. نبداو نطلعوهم بالباتر. كي نحسو السكر تاعنا ذاب نضيفو الزيت تاعنا 100 غرام زيت، يعني كاس نص كاس 100 غرام هي نص كاس تاع الزيت، ونخلطو مليح حتى يثقل الخليط تاعنا. وروحو نزيدو الحليب ثاني، هو 100 مليلتر حليب، يعني نص كاس حليب. نخلطوه غير شويه، ندخلو الحليب مع المكونات ونبداو نضيفو في الفارينه اللي هي عندنا زوج كيسان الا ربع فارينه مع 3 غرامات خميره الحلويات. نخلطوهم كامل كيف كيف. ومن بعد حنا نكونوا هنا في هذه المرحله نكونوا شعلنا الفور تاعنا يسخن، نديروه على 180، نديروه شوفوا يسخن على 200 درجه. كي نكونوا نديروا حنا نحطوا السنيوه تاعنا لداخل، نعاودوا نهبطوا له الدرجه تاعو ل 180 درجه. وهنا السنيوه اللي ناخذوها حنا تاع 30 على 40. بلا ما ننساو انكم تفرشوا البابي كويسون فوق السنيوه هكا باش تضمنوا باللي لو بسكويت تاعنا ما شح يلصق لنا في السنيوه. بهذه الطريقه تفرغوه في سنيوه وتسيو كيفاه تساويوه باش يجي كامل كيف كيف، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. بهذه الطريقه كما تكون حاجه سهله، يعني طريقه بسيطه جدا. وديروها طيب. انا هنا راح نحضر الكريمه تاعي. هنا انايا شوفوا درت 120 غرام تاع نشا، 100 غرام حتى 120 غرام تاع نشا يعني مايزينا، وزيدوا عليها 100 غرام سكر كريستاليزي سكر عادي. ودرت هنا زوج علب تاع فلون تاع 50 غرام، يعني درت 100 غرام فلون اختاروا فلون فاني، خاطش انا هذا لو فلون حنخدمو كو تاع البنان. نتوما لو كنتو حابين تخدموه كراميل ولا اختاروا فلون كراميل، ولا حبيتو فريز اختاروا فلون فريز. انا هنا قلت لكم درت زوج علب فلون تاع الفاني، ودرت ثاني عطر الموز ليكستري تاع البنان هذاك اللي يجي ليكيد. ها قدامكم درت حوالي نص مغرفه ولا 4 مغارفه، وزدت معاها لتر تاع ماء. نضيف معاها الماء نخلطها هكا كيف كيف. وفي جهه اخرى انا كنت وجدت كسرونه واحده اخرى درت فيها لتر حليب، يعني نخلطوا هذو المكونات كامل كيف كيف حتى هذيك المايزينا تذوب باش ما يبقالناش هذوك الحبيبات وهذاك السكر. ومن بعد نفرغهم هنايا في هذا الحليب ونديهم للنار، نحطهم فوق النار يطيبوا. تقعدوا تخلطوا فيهم فوق النار حتى تحسوا الخليط تاعكم بدا يعقد هكا. شوفوا ان البسكويت تاعنا بعد ما طاب هنايا نخلوه حتى يبرد تماما، يعني يبرد كامل باش نروحوا نجيبوا هذيك الفلون تاعنا اللي نكونوا طيبنا. احنا الفلون تاعنا شوفوا غير تحسوه بدا يثقل، نحوه من فوق النار وفرغوه فوق لو بسكوي. ها شوفوا فرغوه كامل وسيو هزوا السنيوه تاعكم، خطوها شويه هكا فوق البلان دو طرافاي باش يجي كلش الطبقه من فوق تجي كامل مساويه. ها شوفوا كيفاه. خلوه يبرد، حطوه هكا في الكوزينه خلوه يبرد، ومن بعد ديروه في الفريجيدار. انا هنا جبت 4 حبات بنان قطعتهم هكا على شكل دوائر. وهنا الفلون تاعي نقول لكم باللي راهو بارد تماما، يعني هنا راهو تجمد سوا. نحطوا هذاك البنان تاعنا كامل نستفوه كامل فوق السنيوه. ولا كنتو نتوما درتو فلون كو فريز اختاروا الفاكهه، اختاروا لي فريز ديروا لي فريز. شوفوا انا هنا نروح نجيبو فاني بهذه للتزيين. جبت نص لتر نتاع الماء ودرت لها زوج باكيات فلون فاني وحطيتهم فوق النار
خلطتهم هكا ودرتهم فوق النار كي يغلي مليح، كيما تكونوا حتحضروا الفلون تاعكم العادي. برك هنا درتو بالماء كي يغلي تجيبوه تفرغوه فوق الفلون تاعكم هذا كامل هكا بهذه الطريقه. وزعوه كامل بطريقه متساويه كاع على السنيوه من طرف لطرف. شوفوا راح يزيد الكو للفلون تاعكم، وثاني حيعطيلو الشكل تاعو يكون شباب. وكيما قلت لكم على حسب كيما هنا نتوما لا درتوه كراميل، ديروا من الفوق جيبوا شويه كراميل اللي تتباع في المحلات، سخنوها باش تذوب ومشيوها فوق الفلون تاعكم اذا كنتوا اعتمدتوا على الفلون تاع الكراميل. ومن بعد خلوا حتى يبرد هذاك الفلون هدايا وديروه في الفريجيدير باش يبرد تماما، وقدموه هذيك تحليه بارده يوالي من السهره تاع رمضان. وهاي النتيجه النهائيه. شوفوا كيفاش يخرج، يجي قلت لكم بزاف شباب. انا هنا قسمت لكم منه وشوفوا كيفاش القوام تاعو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وديروا حفظ لهذه الوصفه باش تجربوها في رمضان، وفعلوا الجرس باش يلحقكم دائما جديد. وما تنساوش خلوا لي رايكم في التعليقات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، والسلام في فيديو اخر.